لله رب العالمين والحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق ويهدي السبيل، واشهد ان نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم امام الانبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. سياتي على مسامع حضراتكم قول الله عز وجل: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أول ما تسمع كلمة الإنسان في القرآن الكريم اعرف إن في ذنب، اعرف إن في ذنب، ففي الغالب تأتي على لسان الكافرين. وإذا مس الإنسان ضر نكرة لأي ضر، سواء صغير أو كبير، سواء في نفسه في أولاده في من حوله، بيحصل له زي قنوط، فتور، ضعف. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، أي رجاعا إليه. يا رب ماليش إلا أنت، يا رب الدنيا ضاقت عليا، يا رب مش عارف أحلها، ويتضرع إليه سبحانه وتعالى ويتذلل إليه بين يديه وكأنه عبد فقير مسكين ليس له حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. زي احنا واحنا صغيرين كنا أيام الامتحانات الثانوية، تلاقي صلاة الفجر وتلاقي قيام الليل وتلاقي عشان نجيب درجات حلوة، مجرد ما نخلص الامتحان تمام على الكورنيش على طول، وننسى بقى الصلاة وننسى يعني إلا من رحم ربنا. فساعة اللحظات دي بتلاقي تضرع وإنابة وخشوع، وتلاقي الذكر، وتلاقي اللي انت على طول القرآن معاك، وتلاقي قريب من ربنا والدعاء. بعد الانفرادة وبعد ربنا سبحانه وتعالى ما يكشف عنك هذا السوء، اللي بيحصل ده غالب حال الإنسان. بس هنا طبعا زي ما قلت لحضرتك في البداية إن ده على لسان الكافرين، ده حال الكافرين. المؤمن بقى لا يتشبه به. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله أي ملك نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. وكتير من الناس ما كانش معاها وربنا سبحانه وتعالى فتح عليها بالوسعة. مجرد ما ربنا فتح عليها بالوسعة، فين عم فلان اللي كان على طول معانا في الصف الأول؟ فين عم فلان اللي كان على طول بيذكرنا بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مجرد ما ربنا فتح عليه تلاقيه هو في البلد الفلانية وفي البلد العلانية، وتلاقيه كل يوم مش هنقول حرام لكن ايه، انشغل. والفلوس بتغير النفوس طبعا الا من رحم ربي، ونعم المال الصالح للعبد الصالح. ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. نسى أيام التضرع، نسى أيام إن هو ما كان بيتذلل لله سبحانه وتعالى، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. هو ده بقى إيه سبب حصر هذه الآية على الكافرين، إن هو رغم هذا التضرع وهذه وهذا الخشوع، مجرد ما ربنا سبحانه وتعالى فتح له هذه الانفراجة جعل لله سبحانه وتعالى ند، شريك يدعوه من دون الله عز وجل. لا خلي بالك، اللي أنا فيه ده من شطارتي، ده من نجاحي، ده أنا تعبت، ده أنا ذاكرت. الله، هو عقلك ده كان فين؟ هو مين اللي سخره لك؟ مين اللي ناصيتك بيده؟ ما هو كتير من الناس للأسف يخونك تركا إلى نفسها. أي نعمة أنت فيها والله كل حاجة أنت فيها من خير صاحب الفضل والنعمة الله سبحانه وتعالى. ربنا أعطاك مهارة في أي مهنة من المهن، أي حاجة أنت ماهر فيها، دايما حد يقعد يمدح فيك ويشكر فيك ويعمل يا أخي والله ده فضل الله سبحانه وتعالى، ده أنا عايش بفضله، عايش بخيره. وما توفيقي إلا بالله.
فناخد بالنا من النقط دي حتى لا نتشبه به. ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، ليحيد عن الطريق الذي أحدده له سبحانه وتعالى، اللي هو طريق الإسلام، طريق الهداية، طريق النور. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. تمتع أيها الكافر بكفرك. ما تفكرش يا أخي الحبيب اللي بيحصل دلوقتي وتمكن الذين كفروا في البلاد إن ربنا سبحانه وتعالى غائب عنهم أبدا والله، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. بس هو إيه؟ ده من محض رحمته سبحانه وتعالى اللي هو يملي له. تخيل أي حد كده في الأرض، أي حد في الأرض يعمل أي حاجة على طول في ثانية ياخد عقابه. الأرض مش هتعمر. حد يقدر يجيب شاهد من كلامي؟ آية ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الناس سبحان الله ربنا لما خلق الخلق قدره بموازين، في خير وفي شر. لو ما فيش خير وشر الأرض كلها تفسد. ما هو تخيل كده كلنا السلم مين اللي هيمسح مين مفيش. ليه؟ كله زي بعضه. لكن ربنا سبحانه وتعالى صاحب حكمة. ربنا فرق الناس بينهم طبقات. ليه؟ ليتزن حياة البشر. افتكر الآية ديت: وإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة. دي في الآية بعد كده. فدايما لما يحصل لك أي حاجة تتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. ربنا كشف عنك اسجد سجدة شكر. الحمد لله يا رب، لك الحمد ولك الشكر. أي حاجة أنا فيها يا رب ده من فضلك، من محض فضلك علي وخيرك علي. فلا تكن كالكافر الذي يحدث له الضر فلما يكشف الله سبحانه وتعالى ويرفع عنه الضر يرجع ويشرك بالله سبحانه وتعالى مرة ثانية وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسلمنا وإياكم من النار وأن يدخلنا الجنة مع الأبرار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.